بدايه المسود ليه ما يعيبوش الخلخال وليه ما يعيبوش المشاخ؟ المسود من تقليبه، انا هنتكلم على لونه، مش هنتكلم على تقليبه. المسود من تقليبه المظبوط انه لازم يكون سلت من ورا، يعني لازم يكون ابيض، ظهره من اول رقبته لغايه ديله ابيض. ولازم يكون والمسود اللي مش اسلت، لو انت شفت ان ظهره مقفول شويه هتعرف ان عيوبه من غير ما تقلبه، هتلاقي ان اعشاره ضيقه. يعني المسود اللي مش اسلت من غير ما تقلبه، الغاوي اللي فاهم لو بص كده لقى ان ديل ظهر المسود مش اسلت، مقفول او غامق، على طول هتعرف ان اعشاره هتضيق، هيبتدي يطلع له في ديله خوص، هيطلع له محابس، هتلاقي في ريش اسود في جناحه. فالمسود من جماله يبقى اسلت. طيب لو انا جبت المسود ده اسلت من ظهره ابيض بديله ابيض، اما اجي عند بطنه تحت، ازاي هيقف البياض ده كله عند الديل؟ ازاي؟ يعني عاوزك تتخيل كده معايا، الظهر ابيض والديل ابيض، لا يمكن هيجي عند حرف الديل كده ويقف ويبقى معاك بعد كده بطنه كلها سودة ما فيهوش خلاخيل، لا يمكن، ما فيش. هات مسود، واللي مش مصدقني يجيب مسود اسلت مظبوط ابيض من ظهره ويشوف، لا يمكن هيلاقي فيه ان ظهره ان بطنه كلها سودة ما فيهوش خلاخيل وما فيهوش مشخ. ده لازم يجي. عشان كده احنا بنقول ان المسود لما بيجي له خلاخيل ومشخ ما بيتعبوش. لكن لما نيجي نتكلم على العنبري والمرقع، العنبري والمرقع ما فيهوش غير اعشار بيضه بس، لكن ظهره مقفول، بطنه لازم تكون مقفوله، ما فيش اي بياض في منطقه جسمه دي، البياض كله فين؟ في اعشار. فده هيعيبه طبعا، يعيب، ينزله درجات. تعالى عنده القطقاطي بقى، يطلعه بره البيت. القطقاطي الوحيد الفرد، احنا لما بنيجي نمسك الفرد اول حاجه بنقلبها ايه؟ بنمسك دماغه ونبص على ضربه ونبص على عينيه. تعالى اول ما بتيجي عند القطقاطي ده، الغاوي اول حاجه يمسكها في القطقاطي يروح قلبه باصص على رجليه، ان رجليه تبين القطقاطي ده مظبوط ولا مش مظبوط. فيهم 3 حاجات معينين لازم تبص عليهم: لازم يكون مخنصر، لازم يكون معقل ورجليه خشنه، ولازم ما يكونش فيه اي مشخ ولا اي خلاكيل. ليه؟ لان ما فيهوش اي حاجه بيضاء. القطقاطي ما فيهوش اي حاجه بيضاء، لو جاله بياض يبقى القطقاطي ده طلع بره البيت. ده بقى مش عيب، مش درجات. الحمام فيه عيوب تنزله وفي عيوب تطلعه بره البيت، ما يتقلبش. فاهم ازاي؟ يعني ما تقدرش تحكم تقول ايه ده عيب ينقصوا درجات، لا، في عيوب تطلعه بره البيت. اديك مثال صغير: الصافي زي ما بنتكلم، الصافي بدبوره سوداء، اول ما تجيله دبوره سوداء طلع بره البيت خلاص، ما يتقلبش. ففي القطقاطي من عيوبه اللي طلعه من بره البيت لو في اي حاجه بيضاء. فعشان كده ليه بنقول ان المساوي ما يعيبوش الخلاخيل والمشخات، وليه يعيب القطقاط، اللي يعيب المرقع والعنبري الخلخال والمشخ، وليه يطلع بره البيت اللي في القطقاطي. الثلاثه دول لازم، وده بالفهم. انا عاوز دايما في نقاشنا دايما، مش عشان انت بتحبني، انا عاوزك تسمع دايما وتعلل بعقلك مش بقلبك، لان هنتطرق في المواضيع دي كتير. الحمام فهم، افهم وبعدين اعقل، وانت بعد كده ليك الاختيار من الكلام ده وليك الاختيار من الكلام ده.